بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. إذن حسن موالم مدير الثانوية التأهيلية الساقية الحمراء أتواجد الآن في مقر الإذاعة المدرسية للثانوية التأهيلية الساقية الحمراء. هذه الإذاعة هي ثمرة شراكة بين المؤسسة وجمعية الآباء وأولياء وأمهات التلاميذ. كذلك هناك شريك آخر وهو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وفرت المعدات. نعم ترونها. هذه المعدات توفرت قلت بشراكة بين جمعية آباء وأولياء وأمهات التلاميذ والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أهداف الإذاعة المدرسية التي تدخل ضمن نشاط نادي السمعي البصري بالمؤسسة. إذن أهداف هذه الإذاعة هي تكوين نخبة من التلاميذ في المجال الصحفي وفي مجال السمعي البصري، تقديم النشرات، إذن أخبار المؤسسة، الأخبار التربوية، مواكبة الأيام الوطنية والأيام العالمية. يعني كذلك هي بادرة تجعل التلاميذ يبقون داخل ساحة المؤسسة أثناء فترات الاستراحة، فترة الاستراحة الصباحية من 10 إلى 5 دقائق إلى 10 إلى 5 دقائق، وفترة الاستراحة المسائية التي هي من 4 إلى 5 دقائق إلى 4 و5 دقائق. خلال هذه 10 دقائق صباحا ومساء يستمع التلاميذ إلى جديد المجال التربوي يخص المؤسسة وتكون فرصة لتفادي تواجد التلاميذ خارج المؤسسة في هذه الفترة من الاستراحة، وتفادي طبعا تعرضهم لعدة المؤثرات الموجودة في الشارع.